الليله طبعا نبشركم من امبارح الطيران شغال بيضرب في عمق مناطق الدعم السريع. امبارح مفرتق لهم شغل هم ما قادرين يمرقوه، ولو مرقوه حيفتشوا لهم مواطنين او عساكرنا الميتين حيلبسوهم ملكي حتى يمرقوا، واحنا حننكروا. قال له وين القناص؟ انا والقناص يا انا السنايبر. القناص ده منو يا حبيب؟ ما بعرف زول اسمه قناص. صرفه منو يا زول؟ وانتم امبارح ما ضربنا وين؟ ضربنا وين؟ في نياله. النياله دي وين يا زول؟ ما عندنا طياره تصنع بنزين ذاته يوصلنا نياله ما في. لكن ديل احنا. احنا ايوه نعم. ايوه ديل احنا في عمقهم، والليل اتضربوا في العمق وما حيقدروا يطلعوا الكلام ده، لانه الحياه اللي اتضربت لو طلعوا فيديو كده حتمرق فيديوهات، حتجيب الامارات دي الواطه اللي مرقوا فيديوهاتهم. والله اتحرقوا حريق جد جد. انتوا ما عايز تقول لي الضربه بتاعت التكين اللمس دي الطيار ده كان شكله متوضي؟ لا 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 لا. اللي عملوها فينا امبارح دي بطاله بطاله بطاله. انا بس منتظر يطلعوها من امس، يجوا يقولوا والله الطيران يقصف، وطلعوا لنا في جريده قناه العربيه يقول لنا والله قصف المدنيين وطيرانكم وفصل. وحياه الله امبارح طبقوا فيه النظريه. الجيش ده من بدا الحرب دي ما عمل العمليه حقته امبارح دي. جهجه لهم باكاتهم عديل راسهم سخن. وقفوا عشرات العمليات العسكريه كانوا مخططين لها مبنيه على المخازن اللي اتضربت اللمس دي، وحيشوفوا الحاجه دي كل يوم. لكن اللي حصل في التكينه خرب لهم الاستراتيجيه، انه المواطن بعد ده بسلاح بدون سلاح بيتصدى، والمواطن واقف مع القوات المسلحه، ما بتهز العلاقه بيننا وبين الجيش. طيب، والحاجه الثانيه استجابه القوات المسلحه وسلاح الطيران لاي منطقه يخش الدعم السريع. بكره الصباح حيخش له حته ثانيه حيجرب. الطيران جاوا بعد 9 ساعات في التكينه، بكره الطيران حيجوا بعد 5 ساعات، بعد بكره الطيران حيجوا بعد 4 ساعات، بعد بكره الطيران حيجوا بعد نص ساعه. واحنا حنواصل في الضغط ده، حنواصل في الجيش ده نضغط لحد ما ينضف الجيش ويعمل الصح. ما عندنا حل تاني. الناس اللي قاعدين ديل اي زول ارتكب خطا يصلح خطاه ويعمل الصح، مش هنخليه لحد ما يصلح خطاه ويمشي. لا لا لا، يصلح خطاه ويعمل الصح. الحاجه الثانيه احنا ممكن نعرف الطابور ده موضوع ده بسيط. الناس بيقول لي انت عندك معلومات من جوا وانت دار تشوف المعلومات من جوا، بوريه كلها. دي رساله للقوات المسلحه. تاني اي بلاغ يترفع الناس حتباريه. رفعت البلاغ الساعه كم؟ رفعته الساعه 9. وصل القياده بتاعت المنطقه بتاعت القضارف الساعه كم؟ وصل القياده الساعه 9 ودقيقتين. ضربت لغرفه السيطره يعمل لي سكرين عليك الله. ضربت رد عليك منو؟ رد علي محمد عثمان الحسين الفريق هيئه اركان، ورد علي قائد العمليات اللواء خالد، ورد اسماءكم دي ما معروفه. والماسك في الطيران ابو سيد وفلان وفلان. ده بنحرق كل الدعم السريع يعني ولا كيف؟ ما دارنا نقول اسماءكم هنا، ما بنجي نقول فلان ده اترفع له البلاغ ما حركت الطياره ليه؟ طياره ذاتها الطيار سلاح الطيران السار. السلام عليكم. انظف ناس في القوات المسلحه الان ما فيهم شك ولا فيهم كلام اللي بيركبوا الطيارات دي. ما في كلام، ما في زول يشكك ليه في زول سايق طياره، ولا بقبل الكلام ده أنا. ولا بقبله. لا في حاجه اسمها ضرب احداثيات غلط، لا مش رمى الطياره. المرحله دي احنا ما بنسمح باي كلام يتطابق مع اتهامات قحط واتهامات الدعم السريع. ما بنقبل الكلام ده. عندكم اي راي جنبني النصيحه في الجماعه وعمدني النصيحه في انفرادي، لان النصح بين الناس نوع من التوبيخ الى ارض استماع. الناس اللي بيقول لنا احنا عندنا مصادر في القوات المسلحه وبيطلعوا بيها لايفات وبيتكلموا، انا اقول لك قول لي مصدرك ده ادينا المعلومه كامله. لكن والله انا شاك في فلان، لا يمكن انت ذاتك تكون الطابور ذاته. تقول لي مصدرك ده احنا دايرينكم تضربوا الطياره. سوق الطياره انت مش الكويس. اي مسوقه انت. مش انت طيار ذاتك. اي قلت الطياره فلان ذاك ما نافع. اي سوقه انت. مالك ما بالسوقه. اسمع المتحرك ده كان فوق 4 ومشوا تقدموا وجا راجع، انت مش معاهم في المتحرك. هاي اللي بيجي راجع ده نزله قول له دقيقه دار اجيب لي طحنيه من الدكان، دور التاتشر انت امشي استشهد وامشي اعمل العمليه، لكن ما تقعد السنه كلها تعملوا لنا فيها قواله. رجعوا مشوا انسحبوا. طابور خامس 20 طابور 22 سوق التاتشر انت امشي اعمل العمليه دي وخلينا نصورك ونطلعك بطل. ما سمحه. الزول ده غلط. اعمل الحاجه الصح انت. اعمل الحاجه الصح انت وتحمل المسؤوليه. لكن تجي تقول لي فلان ده اخطا والضابط ده اخطا، البرهان ذاته اخطا، البرهان ما طلع التعليمات. ما تطلع التعليمات انت هيعمل لك شنو؟ هيعمل لك شنو البرهان؟ ما يوديك كركون. ما انت اصلا مقفول في القياده، شنو هيوديك وين يعني؟
هسه لو قاموا ضابط من الضباط دول جوا عمل اي حاجه، البرهان هيعمل لك شنو؟ هيوديك كراكون، وهو قاعد في كراكون، في كرري ذاته قاعدين في كراكون، ما محاصر. تطلع برا ام درمان دي ما بتتبلى، هسه الصالحه ما قادر تصلها، محاصر. في الاشاره دي خالفت التعليمات، سكت الدبابه دي، مشيت الدعامه دي قاعدين في الارتكاز ذاك، مشيت هرست ونجيت. معاك نبيل عميد جابك هنا وقفك طابور، قال لك قلع القاش والبوت وخط لنا كلاش ندى وخش لي كراكون. يعني شنو هيعمل لك شنو يعني؟ على الاقل في الكراكون انت ضامن 3 وجبات، انت برا بتكون بتشاكل مع اخوانك في كوبايه النشا، لكن انت في الكراكون ده مقفول حبس انفرادي، لازم يجيبوا لك ال3 وجبات، ما زمالة كمان. هو حتى لو انت خالفت تعليمات لمصلحه الشعب، ولو الموضوع ده وصل للاعلام انك خالفت تعليمات لمصلحه الشعب والبرهان حاكمك، ما بيتبلى البرهان وتبلى انت بالنسبه لنا بطل قومي. لكن ما نقعد نقول والله يا اخي ما تعمل التعليمات انت في شنو يعني، انا ما فاهم. ما ممكن في زول في الجيش ده ما يكون تحتك زول اصغر منك تصرف لتعليمات. الجيش ده قايم على تسلسل، الابا فوق زور التقرير بتاعه، اوقع قول البرهان قال لكم اضربوا المتحرك ده طوالي. هاي في شنو؟ مسكوك ما يمسكوك يا زول. الحرب دي كلها قايمه مخالفه التعليمات، كلها قايمه مخالفه التعليمات. ما في ضابط في الجيش ده حسي بيحارب بقاتل استشهد او ما زال في المعركه دي مصندد ما مخالفه التعليمات. ما ده كله مخالفه التعليمات. في شنو يا زول؟ حس القوات اللي بتقع في كمين دي ذاتها قاعد تخالف تعليمات، لا انتظرت مسيره ولا اشاره من القياده، مشت بلوا وتحملوا المسؤوليه، ربنا يتقبلهم. التخوين في المرحله دي بيتطابق تماما مع مصلحه وهدف الدعم السريع وهدف الحريه والتغيير. احنا ما بنخون حسي. الحصل الليله في التكينه غير له هنا الاستراتيجيه، استجابه القوات المسلحه، الدعم السريع بدا يحس انه بدا يفقد القرار بتاع الدعم السريع. ما في الدعم السريع، ركز معي، حميتي لا يقود الدعم السريع في الشارع، جنود الدعم السريع. حميتي يقود مجموعة من الخونة في القوات المسلحة، مجموعة من الخونة في المؤسسات المدنية، ديل اللي بيحكمون حميتي. ده جيش حميتي في الشارع ده ما عنده جيش، ديل عبارة عن مرتزقة متفلتين، كل مجموعة بقول لها أنهب أغتصب أقتل أسرق. ديل ما سايقون حميتي، ديل ما قاعدين حميتي. ما في معركة الآن انتصر فيها الدعم السريع، لأنه الدعم السريع كاتلنا داوسنا كلاش، كلها يا انسحبنا يا تعليمات غلط يا إحداثيات غلط يا كلام كله طابور. حميتي والله لو جاء أبوه ما يخش له حتة بقوته، والله لو جاء أبوه. الحتة اللي ما فيها طابور ما ظاهرة حسي، الحتات المصنددة في السودان لا حتة لا حتتين، لا معركة لا معركتين، والله لو جاء أبوه ما يخشها. لكن بيلقى الخونة القاعدين، الخونة البر السودان بتشوفوهم. والموضوع ده لا مرتبط بسنحة ولا سحنة ولا قبيلة ولا إقليم ولا مجموعة ولا لا لا لا, لا. هسه قحتي دي ما لام السودان كلهم خونة، ما عشان عندهم ولاء ولا انهم قبيلة بتجمعون مع، بس الخيانة اللي بتجمعون. عندنا في القوات المسلحة آلاف الطوابير، حنقعد اليوم كله نحاسب والله الجيش فيه طابور، الجيش يا زول احنا ماشيين قدام بطابورنا ده، ماشيين قدام وما بنرجع وما بننكسر وما بنتهزم بطابورنا ده. حسي ما صامدين طابور اكتر من انه المرتبات ما تجي، تحسينات ما تجي، ذخيره قاتل بقى ما عندك تاني في شنو. وبرضه الناس دي ثابته والناس دي راكزه والناس دي صامده. الناس تكف السنه وتتكلم بالحق. الدار يكون معانا يدعم القوات المسلحه، تمشي في الصح، تجيب في الصح حبابه، والدار يمشي في صف الخونه اللي مش، لكن كله بيتحاسب.